هنكمل exercise 1-1 اللي هو موجود في pages 6 و 7. احنا حلينا قبل كده في الفيديو اللي فات from 1 to 5. هنحل دلوقتي number 6 اللي هي page 6. number 6 بيقول لي find the value of x to get a true statement. number A بيقول لي negative 5 belong to الست اللي فيها negative 1 و 0 و negative 3 و x. معنى كده ان negative 5 موجودة هنا ما بين التو brackets. انت شايف negative 5 موجودة هنا في التو brackets، هي فيها negative 1 و 0 و negative 3 و x. تبقى الاكس بكام؟ بنيجاتيف 5. هو اللي بيقول النيجاتيف 5 موجوده جوه البراكت. في نيجاتيف 5 في البراكت؟ لا، بس في اكس. تبقى الاكس بكام؟ بنيجاتيف 5. اوكي. نمبر بي الاكس بيلونج تو التو سيتس دول او الانترسكشن ما بين التو سيتس دول. الست الاولانيه 2 5 ونيجاتيف 3، والست الثانيه نيجاتيف 5 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 3. يعني ايه انترسكشن؟ يعني الكومن اليمنتس اللي بين التو سيتس، الحاجات اللي ريبيتد اللي اتكررت. ايه اللي اتكرر في التو سيتس؟ ال2 متكرره في الاثنين في التو سيتس؟ لا. ال5 لا. النيجاتيف 5 لا. النيجاتيف 2 لا. ايه اللي اتكرر؟ النيجاتيف 3 موجوده في الست الاولانيه وموجوده في الست الثانيه. يبقى الانترسكشن فين؟ في النيجاتيف 3 اللي متعلمه بالاحمر. تبقى الاكس بكام؟ بنيجاتيف 3. اوكي. نمبر سي ال2 والاكس يونيون نيجاتيف 4 و0 و4 هيديني الست دي كلها. عندي كده كام element؟ 5. 2 في الاولانيه و3 في الايه؟ في الست الثانيه. طيب يبقى اليونيون بتاعهم 5 elements. اوكي. الست الثانيه النيجاتيف 4 اهي موجوده بالاخضر، الزيرو موجوده بالاحمر، الفور اهي بالازرق، الست الاولانيه ال2 موجوده بالاورنج. يتبقى مين؟ يتبقى الاكس بكام بقى؟ كاتبها لي بنيجاتيف 2 اللي هو باللون البلاك. تبقى الاكس بكام؟ بنيجاتيف 2. 2 elements في الاولانيه و3 elements في الثانيه، مديني 5 elements في اليونيون بتاعهم. يبقى بدور على الاكس هي الاليمنت اللي ناقص عندي. اوكي. نمبر 7 هنا بيقول لي mark true or false and give a reason. نمبر A الزيرو belong to z negative. هو الزيرو positive أو negative؟ لا، الزيرو نمبر ولا هو positive ولا هو negative. يعني ولا موجود في الزد positive ولا موجود في الزد negative. يبقى الستيتمنت ديت ايه؟ false. ليه؟ لأن الزيرو not positive not negative. اوكي. الزيرو موجود في الزد بس، ولا هو موجود في الزد بوزيتيف ولا في الزد نيجاتيف. الزد عباره عن زد نيجاتيف وزد بوزيتيف وايه؟ وزيرو. اوكي. نمبر بي الفاي ايكوال زد نيجاتيف انترسكت الزد. طب ما نجيب الانترسكشن ما بين الزد نيجاتيف والزد ونشوف يا ترى ايه الانترسكشن، فاي ولا لا. طيب الزد هي ايه؟ 3 حاجات. بوزيتيف اللي هو 1 2 3 4، وزيرو ونيجاتيف اللي مكتوبه قدامي دي. اوكي. والزد نيجاتيف هي النيجاتيف بس. ايه الانترسكشن؟ ايه اللي اتكرر في التو سيتس اللي عندي اللي تحت دول؟ اللي باللون الاحمر النيجاتيف. اوكي. يبقى النيجاتيف 1 والنيجاتيف 2 والنيجاتيف 3 يعني النيجاتيف نمبرز. يبقى الانترسكشن او الريبيتد نمبرز هم ايه؟ النيجاتيف. يبقى الانترسكشن ما بين الزد نيجاتيف والزد فين؟ في الزد نيجاتيف. الانترسكشن هو الزد نيجاتيف. يبقى ترو ولا فولس؟ طبعا فولس. غلط، لان هو بيقول لي الانترسكشن فاي، انما الانترسكشن طلع معايا ايه؟ زد نيجاتيف. يبقى ناخدها رول، طالما ان في ست سب سيت من ست تانية، يبقى الانترسكشن في الست الصغيره واليونيون في الست الكبيره. اوكي. يبقى الانترسكشن ما بين الزد نيجاتيف والزد في الايه؟ في الصغيره اللي هي زد نيجاتيف، واليونيون في الزد اللي هي الست الاكبر. طب نمبر سي بيقول لي زد بوزيتيف يونيون ان ايكوال زد بوزيتيف. طب ما نجيب كده زد بوزيتيف بكام؟ هي ال1 وال2 وال3 وال4، والان هي نفس النمبرز وعليهم ايه؟ الزيرو. الان هي البوزيتيف والزيرو. يا ترى اليونيون ما بينهم هو ايه؟ هو الان نفسها. اجمع كده كل النمبرز هيطلع لك الان. يبقى العباره ايه؟ فولس. اوكي. طيب نمبر دي ممكن تاخد اي حد. هي النيجاتيف 17 موجوده في الزد؟ النيجاتيف 17 كنمبر موجود في الزد، لان الزد فيها نيجاتيف وبوزيتيف وزيرو، بس هو كاتب لي belong to مش subset. هي النيجاتيف 17 لما تبقى between two brackets معناها انها set مش element. يبقى المفروض اكتب subset مش belong to. تبقى الستيتمنت false. ليه؟ علشان هو كاتب لي belong to، المفروض ان هي تبقى subset. هي موجوده بس كايه؟ كست مش كelement. اوكي. نمبر 8 write each of the following by the listing method. نمبر A set of integers that greater than negative 2. ايه اللي اكبر من النيجاتيف 2؟ هنرسمها في النمبر لاين عشان نفهمها اكتر.
طبعا النمبر لاين هنكتب في النص 0 وفي الرايت نكتب بوزيتيف 1 2 3 وفي الليفت نكتب نيجاتيف 1 2 3. اوكي. ايه اللي جريتر ذان النيجاتيف 2؟ جريتر ذان يعني في الرايت، كل ما بمشي في الرايت النمبر بيزيد، صح؟ يبقى اللي اكبر من نيجاتيف 2 هو اللي بعد النيجاتيف 2 من الرايت، يبقى النيجاتيف 1 وال0 وال1 وال2 and so on. اوكي. طيب نمبر بي، السيت اوف انتجرز اللي اصغر من النيجاتيف 5. ايه اللي سمولر ذان نيجاتيف 5؟ سمولر يعني بمشي في الليفت. اوكي. ايه اللي اصغر من نيجاتيف 5؟ هو اللي في الليفت من النيجاتيف 5، يعني النيجاتيف 6 والنيجاتيف 7 and so on. يبقى في الليفت معناها decrease بيقل، رايت معناها increase، يعني اللي اصغر من نيجاتيف 5. في النيجاتيف دايما بيبقى العكس، يبقى ايه؟ مش نيجاتيف 4، لا اللي اصغر هو النيجاتيف 6. اوكي. طب نمبر سي، set of integers اللي ما بين النيجاتيف 4 وال 3. رسمنا النمبر لاين، ايه اللي ما بين النيجاتيف 4 وال 3؟ النمبرز اللي في النص ما بينهم دول هم اللي ايه؟ اللي between التو نمبرز، يبقى النيجاتيف 3 والنيجاتيف 2 والنيجاتيف 1 وال0 وال1 وال2. طبعا between two brackets عشان ده ايه؟ set. ما بكتبش النمبرز كده وبس، لازم اكتبهم between two brackets اللي هم التو brackets of السيت يعني. نمبر جي بيقول لي السيت اوف انتجرز اللي الابسوليوت فاليو بتاعتها اكبر من 4. ايه اللي greater than ال4؟ طبعا ال5 وال6 وال7 and so on. طيب absolute value يعني ممكن يبقى النمبر نيجاتيف 5 لما يتحط في الابسوليوت فاليو يطلع لي نمبر 5 وده اكبر من 4. اوكي. يعني النمبرز اللي هتطلع لي بالبوزيتيف هكتبها هي بالنيجاتيف، لان هو بيقول لي absolute value، يعني النمبرز اللي بالنيجاتيف لما تدخل في الابسوليوت فاليو تطلع لي بوزيتيف. يعني مش 5 و6 و7 بس، لا كمان نيجاتيف 5 ونيجاتيف 6 ونيجاتيف 7 الابسوليوت فاليو بتاعتها تديني بوزيتيف، فبرضه هتبقى ايه؟ الابسوليوت فاليو بتاعها بوزيتيف نمبر. اوكي. يبقى هفتح براكت هكتب فيه النمبرز اللي طلعت لي بالبوزيتيف 5 6 7 ونيجاتيف 5 نيجاتيف 6 نيجاتيف 7.